يا مساء الورد والياسمين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة عاملين عظمة عظمة حرفيا. النهاردة هخليكي تعملي أحلى فطير حلو بالمكسرات في البيت من غير ما تحتاج انك تشتريه من برا ولا تدفعي فيه المبلغ الفلاني، أرقام باهظة. فاحنا هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هيطلع أحلى من برا مليون مرة. وكمان هتحطي الحشوات اللي انت عايزاها. عايزة تحطي مكسرات حطي، عايزة تحطي كاسترد براحتك، عايزة تعمليه بالمهلبية كله هيبقى حلو من ايديكي، وهتبقي وفرتي فلوس كتير وكمان ضامنة النظافة. طبعا علشان نعمل الفطير هنعمله بالدقيق والمية والملح بس، مفهوش اي حاجة تاني. مش هحط سكر ولا هحط بيكنج باودر ولا خميرة ولا اي حاجة، زي الفطير المشلتت العادي. بعجن العجين بتاعي، جبت 2 كيلو دقيق الا ربع، حطيت لهم ربع معلقة من الملح وقلبتهم كويس، وبدأت أعجن لحد ما وصلت القوام عجينة تكون متماسكة شوية وما بتلسقش، وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده والقوام ده. وبعد كده هبدأ أقسم العجينة بتاعتي الكور على حسب ما انت عايزة الفطيرة يكون طبقاتها كتيرة ولا قليلة. دي حرية شخصية. أنا النهاردة هعمل طبقات الفطيرة الواحدة 5، بس للأمانة يعني أنا الفطيرة الحلوة دي اللي هي بالمكسرات نسيت وعملتها 6 طبقات. فانا كنت حابة ان انا اعملها 5 بس نسيت وطلعت 6، وكنت عاملة ان انا هعمل فطيرة بقطعتين بس. في الاخر بعد ما عملت الفطير المشلتت والفطير الحلو فلقيت فضلت قطعة عجينة واحدة بس، وانا بظبط في الفيديو لقيت ان انا في الفطيرة الحلوة دي حطيت لها 6 طبقات، وباقي الكمية عملت منهم فطيرتين كبار مشلتت وفطيرة صغيرة. يعني 2 كيلو دي الا ربع عملت منهم فطيرة حلوة. الفطيرة الحلوة دي اخدت بالظبط كيلو الا ربع من الدقيق علشان عملتها كبيرة شويتين. وكمان عملت فطيرتين مشلتت كبار، وكمان عملت فطيرة صغيرة برضو من اللي هو فطير الافران. بس النهاردة هنعمل الفطير الحلو بس، الفيديو ده عن الفطيرة الحلوة بس. بعد كده دهنت الكور اللي انا عملتها وسبتها بس تريح 10 دقايق مسافة محضر الصواني بتاعتي واسيح السمنة. المادة الدهنية اللي انتوا هتستخدموها، عايزين تستخدموا زبدة بس او زبدة مع سمنة او زيت مع سمنة، ليكم حرية انكم تستخدموا اللي انتوا عايزينه، او لو عايزين تعملوها بسمنة بلدي برضو، يعني على حسب ما انتوا تحبوا. انا هعملها من السمنة المعلبة العادية خالص. اهم حاجة يكون السطح اللي احنا بنشتغل عليه يكون ناشف علشان ما يلسقش العجينة وبتتقطع وتبهدل الدنيا. طبعا مسافة ما انا سبت العجينة بتاعتي تريح ال10 دقايق كنت برضو حضرت الخليط اللي انا يعني هحشي بيه الفطيرة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كوباية من السكر، وحوالي 3 معالق كده طبق صغير من جوز الهند الناعم، وكدهم بالظبط زبيب. وطبعا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ليكم الحرية انكم تحطوا نوع المكسرات اللي انتوا حابين. بس الحشوة بتاعت النهاردة دي كانت طلب الزبونة اللي هتاخدوا الفطير، فانا عملت لها اللي هي عايزاه. فانتوا زي ما قلت لكم تحطوا الحشوات اللي انتوا عايزينها. نرجع لفرد الفطير. طبعا انا اول حاجة بختار اول كورة تكون صغيرة، اصغر كورة هي اللي بفردها الاول، وبعد كده ابدأ اخد الاكبر والاكبر، واخلي اكبر قطعة دي بخليها في الاخر خالص. بجيب الصينية بتاعتي بدهنها دهنة شوية كده من السمنة، واحط عليها الطبقة الاولى اللي انا طبقتها، وبعد كده افرد التانية، والاولى احطها في قلب التانية، وهكذا هعمل كده بالظبط ال3 قطع عجين. وبعد كده هبدأ افردها شوية علشان ابدأ احشيها. طبعا لو انتوا عايزين تعملوا الفطيرة تكون صغيرة مثلا 3 طبقات، بتفردي اول طبقة وتطبقيها على بعض، وبعد كده تحطي عليها الحشوة علشان باقي الطبقات تطبقيهم على الفطيرة والحشوة ما تطلعش منهم. انا عملت الموضوع ده كده ال3 طبقات الاول، وبعد كده هبدأ احضر للحشوة. دي رقم 3 هي اللي هعمل عليها الحشوة، بس مش هحطهم دلوقتي، بحطهم لما افرد الرابعة. هتشوفوا دلوقتي انا عملتها ازاي علشان بس الحشوة ما تبهدلش الدنيا وتطير يمين وشمال. هنا بخلص رقم 3 زي ما انتوا شايفين، وهوريكم الحشوة احطها ازاي دلوقتي. هنا كده انا كنت فردت الرابعة وجبت ال3 طبقات اللي انا حطيتهم في بعض، وابدأ اوسع الفطيرة. ليه؟ علشان تاخد كمية حشوة اكتر.
علشان لما اطبق الفطيرة مع بعض مش هقدر ارجع افردها في الاخر، يعني لما قبل ما تدخل الفرن مش هرجع افردها تاني. فانا بحاول اكبر الفطيرة على قد ما اقدر علشان كمان تاخد حشو اكتر. وهنا بطبق الرابعة عليها، وهعمل الخامسة والستة نفس النظام. طبعا في المرحلة دي تخلوا بالكم انتوا بترفعوا الفطيرة بما انه كانت كبيرة، فكان الموضوع صعب ومرهق بطريقة فظيعة. فاحنا نخلي بالنا، ولو هتعملوها صغيرة ده هيكون اسهل معاكم وهيريح معاكم الدنيا خالص. بس عشان دي يعني طالعة برا والمقاس ده المطلوب، فانا عاملاها كبيرة اوفر يعني. فنشتغل ونتعامل بكل بساطة كده ونخلي بالنا علشان الدنيا ما تبوظش معانا. هنا قفلت دي رقم 5، وهعمل الستة بطريقة كده علشان ايه ما تتعبناش. هوريكم عملتها ازاي. الى حد ما سهلت معايا الموضوع. هنا خلاص كنت رفعت الفطيرة على الصينية وفردت الطبقة الأخيرة، وجبت الصينية كده وفرشت عليها من فوق. كده بصراحة كانت أسهل بكتير وما تعبتنيش يعني. وهطبقها عليها بالشكل ده. هدخل بس كده الأحرف تحت الفطيرة من تحت وخلاص كده. هسيبها بس تريح حوالي 10 دقايق لحد ما الفرن تبدأ تسخن، وبعد كده ادخلها الفرن اسويها. بسويها على اعلى درجة حرارة، الفطير يتسوى على اعلى درجة حرارة، واحطها في الرف في النص، وبسيبها بتاخد من 25 دقيقة نص ساعة بالكتير وهتكون استوت. وده على حسب الفرن بتاعتكم. طبعا لو لقيتوها اخدت اللون من تحت واحتاجت انه هي تشغلوا لها الشواية فتشغلوا لها الشواية، ما احتاجتش واخدت اللون المطلوب التمام من فوق، خلاص كده. هنا بدهن الوش دهنة سمنة خفيفة ودخلتها الفرن وسويتها على اعلى درجة حرارة. اخدت من 25 دقيقة نص ساعة بالكتير، ولا احتاجت ان انا اشغل لها شواية ولا اي حاجة. ده بس على حسب الفرن اللي انتوا شغالين عليها زي ما قلت لكم. بعد كده اول ما طلعت هي وسخنة اديتها رشة بسيطة كده للتزيين جوز الهند وبس كده. وهنا كنت برضو الفطير اللي انا عملته المشلتت زي ما قلت لكم طالع قمر ورهيب. اتمنى طريقة النهاردة تكون عجبتكم. ما ننساش لايك وشير للفيديو، واللي اول مرة يشوف قناتي اتمنى يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وما تنسوش تتابعوا صفحتي على الفيسبوك مطبخ كاما. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.